مدينة قسنطينة، والتي راح ضحيتها الشاب بن صالح عقبة البالغ من العمر 15 سنة، حيث تحصلت قناة النهار على فيديو للحظات قبل وفاة عقبة بن صالح من مكان الحادثة، وتم نقله إلى المستشفى. للإشارة فإن الشاب بن صالح عقبة لقي حتفه مساء أمس بعد الاعتداء عليه وطعنه بواسطة سلاح أبيض في القلب بعد شجار عنيف بحي 400 مسكن علي منجلي المدينة الجديدة بولاية قسنطينة. يولي طايح. هذا ونشر الجاني اسكندر والبالغ من العمر 17 ربيعا، والذي تم إيقافه، نشر منشورا عبر صفحته في الفيسبوك يؤكد فيه أنه قام بقتل الشاب عقبة بن صالح بدون قصد، كما ترحم على صديقه.